الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. أيها الأحبة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبة المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأدعو الله سبحانه وتعالى من أعماق قلبي أن يبارك لنا فيما تبقى من رمضان، وأن يبارك لنا في علاقتنا بالقرآن الكريم، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن يا رب العالمين. أيها الأحبة، يقول الله تعالى على لسان رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نسأل الله أيها الأحبة ألا نكون ممن ينطبق عليهم هذا الكلام الذي هو في يوم القيامة. هجر القرآن أيها الأحبة له صور شتى، فالدرجة الأولى من الهجر والأخطر هجر الإيمان به، والحمد لله نجونا من هذا الهجر ونسأل الله الثبات. الدرجة الثانية في الهجر هجر التلاوة، وإن شاء الله على الأقل في هذا الشهر كثير منا يقبل على تلاوة القرآن الكريم. وأيضا من صور الهجر أيها الإخوة أن نهجر تدبر القرآن، فمن وفقه الله لقراءة القرآن أو من وفق لحفظ القرآن أو حفظ ما تيسر من القرآن فعليه أن يرقى درجة أن نتدبر القرآن أيها الإخوة أيها الأخوات. يعني أضرب لكم مثالا لكي لا نجعل المسألة صعبة. الله في القرآن يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني نحن لو قرأنا القرآن، جداتنا أمهاتنا شيابنا كانوا يقرأوا القرآن، ما بالضرورة كان عندهم كل معنى لكل كلمة في القرآن، ما عندهم. أنا أحكي مثلا عن جدتي أطال الله في عمرها ومتعنا الله بها. هذه امرأة حتى اللغة العربية ربما كثير من أهل البلد ما عنده اللغة العربية الفصحى، أقصد ربما عنده لهجات في المنطقة معروفة. المهم هي عندما تقرأ القرآن هي تقول لي الله يطول عمرها، تقول: أنا لولا القرآن ما كنت على قيد الحياة. كان أيام صحتها تختم كل 3 أيام. المصحف الكبير أنا فتحت عيني على الدنيا كان معها ختمة ما شاء الله طويلة جدا مليئة بالدموع. هنا الدمع، هنا ألوان الأثر الماء أو الأثر الدموع مؤثر في المصحف. شوف هذه العلاقة العميقة بالقرآن، التأثر عند الوعد والوعيد. كل واحد منا يعرف هذا الكلام، ما محتاج تفسير. تأخذ القرآن تقرأ إن الله غفور رحيم، تقرأ شديد العقاب، تقرأ ما أعد الله للمؤمنين المتقين، تقرأ ما أوعد الله الذي صار في طريق الشيطان. كله تفهمه يا أخي، ما هي صعبة. هذا الحد الأدنى من التفاعل مع القرآن يجب وينبغي أن نعيشه. نمر بآية رحمة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا، نمر بآية عذاب ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينجينا. نقرأ يا أيها الذين آمنوا ننصت، نقول لبيك يا رب. هنا الآن نداء، الله يأمرك، الله ينهاك، الله يدلك. هذه المعاني كلها يجب أن تكون حاضرة. أيها الإخوة، القرآن ورمضان هناك اقتران. هذه فرصة الآن أنه نعيش توجه إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الشهر العظيم، ومن خلال أيضا هذا الكتاب العظيم، كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته. فرصة عظيمة. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدارس سيدنا جبريل القرآن في كل ليلة، وكان أيضا يعيش العطاء أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. هذا العطاء، هذا الانفتاح على الله، كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي بين الناس، القرآن الناطق. هكذا ينبغي أيها الإخوة أن نجسد القرآن في أخلاقنا، في آدابنا، في معاملاتنا، أن ننفتح على كرم القرآن في معانيه،
كرم القرآن في أخلاقه، كرم القرآن في دلالاته. يجب ألا نقف عند المستوى الأول. وأذكر نفسي وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن. وتذكروا قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي هذا الحديث بشارات كثيرة، منها حتى من لم يوفق لحفظ القرآن أو حتى من لم يفتح عليه في الحفظ أو في كثير من الحفظ، لا يحرم نفسه من تعلم القرآن، لا يحرم نفسه من تعليم القرآن بكل الوسائل. حتى سبحان الله كان بعض الصالحين يحرص أن يحفظ أولاد المسلمين سورة الفاتحة. وكان أحد العلماء، وإن لم تخن الذاكرة ترجم له الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، هذا العالم الجليل كان يتقصد أن يحفظ الأطفال سورة الفاتحة. إيش المعنى؟ لأنه سورة الفاتحة وبيقرأ بها حياته كله في الصلاة، وهو عنده تخطيط وعنده تفكير مع الله أن يكسب الثواب، أن يكون سبب في إقامة الصلاة، سبب في إقامة الدين من خلال تعليم هذه السورة البسيطة، بسيطة في عدد آياتها، ولكن معانيها ولقد أتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. نسأل الله أن يوفقنا أيها الإخوة، ونسأل الله كذلك أن نعيش المسؤولية. من وفقه الله لحفظ شيء من القرآن، أو وفقه لتعلم القرآن، أو وفقه لتلاوة القرآن، يجب أن يعيش مسؤولية. القرآن يعلمنا المسؤولية. مثلا اليوم إخواننا المسلمين في غزة يعانون ما لا يخفى عليكم. طيب إيش واجبي كمسلم؟ ما واجبي كقارئ للقرآن، حافظ للقرآن، محب للقرآن، مؤمن بالقرآن؟ نقرأ في القرآن قول الحق: إنما المؤمنون إخوة. طيب كيف تتجسد هذه الأخوة؟ كيف أفكر في إخواني؟ هناك كثير من الأمور، الحد الأدنى. نتكلم الآن عن أضعف الإيمان. أيها الإخوة الدعاء، أن ندعو الله من أعماق قلوبنا، أن ندعو الله في سجودنا، دبر الصلوات، بعد الصلوات، في جوف الليل، وقت السحر، نتوجه إلى الله بصدق وكأن المصاب مصابنا، وفي الحقيقة هو مصاب كل مسلم. أو هكذا ينبغي إذا كان الإيمان حاضر في قلوبنا. فنسأل الله أن نعيش هذا الحد البسيط أو هذا المقدار البسيط من المسؤولية، أن ندعو لإخواننا، أن نفكر بإخواننا، أن نعقد العزم على أن نغيثهم بما نقدر، وأن نستغفر الله سبحانه وتعالى ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى من أي تقصير وقع لسبب أو لآخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في من وفق للمشاركة في هذه الدورة أو المسابقة المباركة، ونسأل الله أن يبارك في القائمين عليها، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن، ونسأل الله أن يخلقنا بأخلاق القرآن. وأبارك لكم جميعا قرب حلول العشر الأواخر، وأوصي نفسي وإياكم بمزيد من تلاوة القرآن، مزيد من تدبر القرآن، أن نقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار بروح مقبلة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذا القرآن روح يحيينا ويحيي أولادنا ويحيي أمتنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولن تصلح هذه الأمة إلا بما صلح به السلف الصالح، الأمة في بداياتها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وانظروا إلى طريقة الصحابة في تعلم القرآن. في الرواية قال: كان الصحابة الكرام كنا نحفظ 10 آيات لا نجاوزهن حتى نعمل بما فيهن. عندك حفظ وتعلم وعمل. وفي الأثر: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا، يفقهنا في الدين، ويعلمنا التأويل، ويبسط علينا من موائد كرمه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وكل عام وأنتم بخير.